السلام عليكم. جبت لكم اليوم وصفة البوراك اللي ما جربتهاش نقول لك راكي مراطيه بزاف. بصدر تاع الدجاج تقدري ديري اكثر من 80 حبة بوراك. بسم الله ما شاء الله، كمية كبيرة للعاملات اللي تكون عندها تربية، اللي ما عندهاش وقت باش تبقى واقفة في الكوزينة، ولا اللي باغية تتفرغ للعبادة كما انا درتها، لانه انا خياطة وفي رمضان ان شاء الله ما يكونش عندي الوقت باش نبقى واقفة في الكوزينة، اكثر الوقت سيكون في الخياطة، بما انه الزخم تاع الخياطة في رمضان يكون بزاف. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا ونسلموا على الرسول عليه افضل الصلاة وازكى تسليم. هنا كما راكم تشوفوا، بعد ما كملت اللف تاع 80 حبة بوراك جبتها باش نديرها في البورتمونجي. اول حاجة درتها درت بابي اوبسيرفون تحت البوراك، باش اذا كان كاش قطرات ولا ندى ولا هذاك الكعط يمص كاع هذيك الرطوبة ويبقى لنا البوراك تاعنا ناشف. ومن بعد بين كل طبقة وطبقة ندير هاد السواشي اللي نلقاوهم في البوراك كي نحلو البطاطا تاع البوراك ونرفدو الورقة تاع الديول، نلقاو بيناتهم سواشي. هادوك السواشي ما نرميوهمش، نخلوهم نديروهم كيما الطبقة العازلة بين كل صف وصف حتى نكملو البورطمونجي تاعنا كامل نبلعوها، ونزيدو الثانية حتى نكمل كامل البوراك اللي خدمناه ونحتفظوا به في الكونجيلاتور. هنا كاين اللي تقول لك انايا هذه الطريقه ما تساعدنيش، نبغي ناكل البوراك جديد كل يوم نديرو. نقول لها اختي كل وحده وعارفه نفسها، عارفه الوقت تاعها، عارفه شيء يساعدها شيء ما يساعدش. كيما انا هذه الطريقه تساعدني، لانه كما قلت لكم انا معظم الوقت يروح لي في الخياطه، نبغي نقص على روحي ولو كان جزء بسيط من التعب. الوقت الاخر كامل يروح لي مثلا ندير حريره، ندير دوزيام بلان، ندير طبق مرافق، يروح في السلطه. هذا الواحد ينقص على روحه مادامنا رانا في ليتساع. واكيد هذا البوراك 80 حبه مش راح تفوت لي رمضان كامل، مازال نزيد نصنع. كي نزيد نصنع تاني نزيد نصنع بنفس الكميه ب 80 حبه، ما نصنعش كل يوم، نصنع مثلا 10 ولا 15 ولا على حساب رانا رايحين ناكل. نصنع ب 80 حبه بصدر الدجاج وزوج كيلو بصل، منا التكلفه تكون اقل ومنا نربح الوقت. عندنا هذا صدر تاع الدجاج الوزن تاعو 1 كيلو، واذا الصدر تاع الدجاج كان صغير مثلا وما قدكش تزيدي تقدري ديري صدر ونص. المهم لازم الدجاج يكون عندك كيلو تاع الدجاج. نقطعوه الى مربعات ولا قطع صغيره. بعد ما نقطعوه نطحنوه في الاشوار، يعني لازم يكون عندنا كفته. اللي بغات تشري كفته واجده لها الحريه، المهم تشري كيلو كفته تاع الدجاج ولا تاع اللحم. هنا نجيبو الاشوار ونطحنو فيه الدجاج تاعنا. هنا لازم عنا في كل كيلو تاع الدجاج 2 كيلو تاع البصل، لانه البصل يمدلو بنه زاكيه للبوراك وكذلك يعاوننا. ما راناش رايحين نديرو الدجاج وحده، نعاونو بالبصل، نعاونو بالزيتون. وهنا نتوما الشي اللي يجيكم مليح ديروه، يعني الحاجه اللي ممكن تساعدكم انكم تنقصوا الدجاج وديروها ديروها. بعد ما نكملوا الدجاج في الطحينه تاعو نجيبو 2 كيلو بصل، بعد ما نكونوا قشرناها ونقيناها وغسلناها حتى هي نقطعوها مربعات ونطحنوها في الاشوار. هنا قلت لكم البصل 2 كيلو يعني الضعف تاع الدجاج. مثلا الا درتي 2 كيلو دجاج اكيد راح ديري 4 كيلو بصل. البصل كي تكوني تطحني فيه في الاشوار طحني وحبسي، يعني ما نضغطوش ضغطه مطوله بما يرجع لناش البصل غير الماء. نضغطو ونحبسو نضغطو ونحبسو حتى يولي عندنا قطع صغيره، بصح ماشي نطحنو حتى يولي كامل ماء، لانه حنا كما نعرفوا البصل يطلق الماء بزاف. هنا بعد ما نطحنوه نديروه في كسكاس ونخلوه يقطر، باش كي نقلوه البصل يكون ناشف من هذاك الماء تاعو وما يجيناش وما يتشمخناش الديول بالماء تاع البصل. هاكا نكمل البصل كامل نطحنوه ونديروه في الكسكاسه، نخليه حوالي نصف ساعه حتى يستقطر كاع من الماء تاعو ومن بعد نقلوه. نجيبو 200 غرام زيتون بعد ما نكونوا غسلناها وراحت منها كاع هذيك الملوحيه والمروريه تاعها، ونطحنوها حتى هي في الاشوار مجرد ضغطتين ولا 3 ونكمل. هادو هما المكونات اللي نحتاجوهم في البوراك تاع اليوم، بالاضافه للمعدنوس والخبز مطحون باش يجينا ناشف وما يجيش مشمخ. ومن بعد نروحو نشوفو طريقه التحضير ان شاء الله.
نجيبو مقلة نديرو فيها الزيت. أنا هنا بما أنو عندي هاد المقلة كبيرة راني راح ندير البصل كامل في رحبة. أما نتوما إذا ما كانش عندكم مقلة كبيرة وكان عندكم مقلة صغيرة تقلو بالنصف وتوخروا. أما إذا كان عندكم زوج مقالي ديروا زوج مقالي ضربة واحدة قلو فيهم. هنا باش ما ديروش كمية كبيرة في المقلة باش البصل تاعكم يتقلى لكم ويتكرمل لكم مليح. أنا كي المقلة تاعي كبيرة درت الكمية اللي عندي كامل. كي نديرو على النار نقصلو، ما نريش راح ندير نار قويه ما ينحرقليش، وما نديرلوش الملح لانه كون نديرلو الملح يطلق كامل الماء تاعو. انا نخليه يتكرمل بدون ملح وبدون اي اضافات. كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما تكرمل لي شوفوا اللون تاعو كي جا شباب. هنا وين نضيف الدجاج اللي طحنته حتى هو نقليه مع البصل مليح مليح. هنا كي نبقى نقلي في الدجاج نبقى نحرك فيه وفي نفس الوقت راني نحل في هذوك التكتلات بما يجينيش الدجاج كتل، يعني يجيني مزربع. لانه لو كان تخلوه يتقلى بلا ما تحركوه راح يولي لكم يتلاصق لكم في بعضه ويولي عندكم كتل. هنا اللي دارت البصله تاعها في زوج مقالي اكيد راح دير النصف تاع الدجاج هنا ونصف تاع الدجاج هنا، ما ديروش كامل في مقله واحده. بعد ما يولي الدجاج تاعنا نصف طياب نديرو الملح. هنا الملح حسب الرغبه، ونديرو كذلك الفلفل الاسود ولا الحرور. هذا ما نحتاجه في البورك، ما نديرو حتى توابل اخرى. كما قلت لكم الملح حسب الرغبه، تبقاي ديري وتذوقي كيما انا هنا درت وزدت. واكيد ما راكيش رايحه ديري الملح تاعك مضبوط، ديري الملح ناقص على الملح العادي اللي مداري ديريه، لانه رانا رايحين نضيفوا الفرماج وكما نعرفوا الفرماج مالح. على هذا نديروه صامت شويه. كي نديروا الفرماج يولي عندنا الذوق تاعنا متكامل. نبقاو نحركوا في الدجاج دائما ونمرسوا فيه باش ما يكونش عندنا هذوك التكتلات. نجيبوا الزيتون ونضيفوه للخليط تاع البصل والدجاج ونحركوه حتى هو. هنا عندنا زوج مغارف خبز مطحون رايحين نضيفوهم. هذه الخطوه تبقى اختياريه، اللي تبغي ديرها اللي تبغي ما ديرهاش. انا نفضل نديرها باش يمصلي كامل هذاك الماء اللي طلقوا البصل والدجاج. باش كي نجي ندير هذاك الخليط في الورقه تاع الديول، الورقه تاع الديول تبقى ناشفه ما تبقاش مشمخه، ومع الوقت كي نجي نقليها يتفتت لي هذاك البوراك. وانتم لكم حريه الاختيار، تبغوا ديروها تبغوا ما ديروهاش. هنا عندنا معدنوس مقطع رقيق رايحين نضيفوه للخليط. الأكيد إنه اللي عندها زوج مقالي أكيد أي حاجة ديرها تقسم على نصفين، النصف ديرو في المقلة الأولى والنصف ديرو في المقلة الثانية. أنا كما قلت لكم درت مقلة واحدة كبيرة، على هذا أي حاجة نديرها كامل في هذه المقلة. نبقى نخلط حتى يختلطوا لي كاع المكونات. وآخر حاجة نديرها هي الفرماج، لكن بعد ما نطفي على النار، يعني الفرماج يدوب في هذيك الحرارة فقط. الفرماج ديروا الكميه اللي تبغوها. انا هنا درت الفرماج تاع البيدو تاع الشيزي، وانتوما الشي اللي متوفر عندكم ديروه، ما تتقيدوش يعني انا درت شيزي لازم نتوما تاني ديروا. نتوما اللي راكم مجربين وشايفين بنين ويعطيكم النتيجه اللي تحوسوا عليها ديروه. قادرين حتى ديروا الفرماج تاع المثلثات اذا ما كانش متوفر عندكم تاع البيدو. نبقى نخلط حتى يذوب معنا كامل هذاك الفرماج ويختلط مع جميع المكونات. وتكون هذه آخر مرحلة. ندير الخليط تاعنا في زلافة ولا غرفية تكون كبيرة وتكون واسعة ونخلوه يبرد. اللي دار زوج مقالي أكيد دير هذوك زوج مقالي في رحبة وتخلطهم مع بعض بيتجانسوا كامل المكونات تاع المقلة الأولى مع المقلة الثانية. هنا نخلو الخليط تاعنا يبرد مليح مليح. بعد ما يبرد الخليط نجيبو الديول. انا هنا شريت نوعين تاع ديول، شريت هادو تاع السلطانه 23,000، وشريت الديول تاع العائله هذا واحد ب10,000. لكن في الاخير كي بقيت ندير صدت انه تاع اللي شريتهم 23 احسن من اللي شريته ب10,000. نقسم الديول تاعنا على 2، راه كاين خط في المنتصف، هذاك الخط نقسمه معاه. ومن بعد نبقاو نفرقوا الورقات تاع الديول. هنا كي نحط الديول تاعنا نتاكد انه الجهه الرطبه هي اللي تكون على برا والجهه الحرشه هي اللي تكون من الداخل، ونديروا عليها الخليط.
هنا نبدا نفتح في كامل الورق تاع الديول، يعني نفتح 10 ورق، النصف تاع الكميه، لانه هنا انا قسمتها على 2. كما راكم تشوفوا انا قبل ما نحط الورقه دائما نتاكد وين هي الجهه الرطبه وين هي الجهه الحرشه باش نحطها. بعد ما فتحنا كامل الديول نجو نعمرو. هنا كاين زوج طرق، كاينه اللي تبغي تجي من الجهه الدائريه وتعمر، وكاينه اللي تبغي تجي من الجهه تاع المنتصف وتعمر. انا نفضل نعمر من المنتصف. نجيبو مغرف من الخليط ونديروها في الورقه تاع الديول. هنا الخليط كي ديرو ما ديروش بزاف، لانه لو كانت تجي الحبه تاع البوراك غليظه بزاف ومن بعدها كي تجيو تقلوها راح تفتح لكم في المقله. على هذا الخليط ما تقووش. انا هنا ندير معكم اكثر من حبه كالعاده، مغرف خليط نمشوها كامل على الجهه تاع الوسط ونبلعوا الجهه اللي منا ونزيدوا الجهه اللي منا ومن بعد نبداو نكوروا. بما انه رانا رايحين هذا البوراك رانا رايحين ندسوه، ما رانا رايحين نديروا له حتى حاجه تلصقوا. بعدها كي تبقاي تجبديه من الكونجيلاتور على جال تبى تقليه، تسيبيه لاصق غير لوحدو بدون ما ديري له بيض، ولا كاين اللي يدير فرينه وكل وحده واش دير. انا غير هكا وندسو، نبقى نعمر هكا حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. وهذه الكميه راح دير لي 80 حبه بالحساب، يعني هذوك الربع علب تاع الديول اللي شريتهم راني راح نديرهم كاملين. هذه هي 80 حبه تاع ديول بعد ما كملتها. كل طبسي فيه 40 حبه. دروك نجيبو البورطمونجي باش نعمروه. كما قلت لكم في البدايه، اول حاجه نديروها هي بابي اوبسيرفون، باش كاش ندا كاش تشماغ ولا كامل يشربوا هذاك الكائط. وبين كل طبقه وطبقه نديرو هذاك البلاستيك اللي قلعناه من الديول. انا الديول تاع العائله هذاك ما لقيتش فيه البلاستيك، اما الديول تاع السلطانه هو اللي تلاقيت فيه البلاستيك. على هذا قلت لكم الديول تاع السلطانه احسن، لانه من كان فيه البلاستيك ما يغمنكش باش تفتحي الورقه على اختها. ما في القلي كي قليت تاع السلطانه احسن في القلي تاعو، القرمشه تاعو احسن. نكمل بهذه الطريقه نعمر كامل البوراك اللي خدمناه في هذه العلبه ونزيد العلبه الثانيه. انا كل علبه دارت لي 40 حبه، لا اقل من 40 حبه، لانه قلعت حبه تقليتهم، قلعت 10 حبه تقليتهم، يعني كل علبه دارت لي 35 حبه. نستمر بهذه الطريقه، دائما ندير ساشي في الوسط وندير طبقه اخرى حتى نعمر كامل العلبه. الاحتفاظ تاعها سهل، مجرد انك ديريها في الكونجيلاتور. اخر مرحله نديرو كذلك البابي، كما قلت لكم كاش قطرات ولا كاش ندا، ونروح نعمر العلبه الثانيه. انا هنا قلعت 10 حبات وقليتهم، وكانت هذه النتيجه بعد ما قليتهم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي متابعه فضلا وليس امرا، وتتركوا لي تعليق حلو كيفكم. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.